السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده القسم الثاني من حكاية زوفان. صلى على النبي. يلا بينا نبدأ الحكاية. تتصدم كاي وبتقول هي دي مهارة التشكيل القديمة. فبيكمل جيو: أيوة، المهارة دي كانت مهارة ضايعة من فترة طويلة جدا، وعلى الرغم من إنها مرسومة بخط الإيد حديثا، لكن أنا متأكد إنها مهارة التشكيل القديمة. الكنز ده مفيش حاجة تقدر تسويه في العالم. ده 10 مليون دي مجرد مسحة بالنسبة للقيمة الحقيقية المخطوطة دي. فبيفكر جيو مع نفسه شوية وبيقول لكاي: كاي روحي بسرعة واطلبي من أقوى محاربينا يحموا عائلة ليو، عشان هم أساءوا لعائلة سون وأكيد هيجوا علشان ينتقموا منهم عن قريب. فبتقول له كاي: عمي جيو، احنا ملناش دعوه بالكلام ده. فبيقول لها جيو: ايه يا كاي، انا افتكرت انك فهمتي بسرعه، انت ما سمعتيش زوفان؟ احنا لسه مدينين ليهم. وبنشوف بعدها زوفان وهو بيتمرن على احد التقنيات بتاعته، وفجاه بيجي عنده بانك وبيقول له هو خايف: زوفان اخي زوفان، احنا محاصرين من كل الجهات من طرف جنود عائله سون. فبيقول له زوفان بضحكته الشيطانيه: قرروا اخيرا انهم يظهروا. فبيقول له بانك: انت بتقول ايه؟ انت مش خايف؟ فبيقول له زوفان: خايف؟ انا خايف؟ اخاف ليه؟ ده انا كنت بنتظرهم. روح بسرعه واستدعي الكل عند البوابه. وبيمشي زوفان. فبيفكر بانج وبيقول في نفسه: هو ده الشخص الضعيف اللي شفته من كام يوم بيكلمني؟ ازاي فجاه اصبح موهوب كده وعنده الرغبه القويه في القتال؟ وبره بيت عائله ليو بتكون عائله سون عمالين يطلبوا من يونا تطلع بره المكان علشان يحصلوا على القصاص منها. فبتظهر وافي وبتقول لهم: ايه يا شويه اوباش، ليه خايفين دلوقتي؟ راحت فين ثقتكم وتعجرفكم اللي كان عندكم امبارح؟ وبيكون باين انه وافي شخص غريب. فبيتفتح باب عائله ليو وبيظهر زوفان وكل اللي معاه. فبتيجي ليونا وبتقول لوافي: سيدة عائله سون، ليه جايبه العديد من الناس للخانه؟ فبتقول لها وافي: ايه انت بتدعي الغباء يعني؟ نسيتي اللي عملتيه في بيت عائله تاي وهنتك ليا؟ النهارده هسيب عائلتي تدمر عائلتك بالكامل جراء الوقاحه بتاعتك. فبتكلم ليونا نفسها وبتقول: زوفان ما تقلقش، انا مش هخلي حد يأذيك طالما انا موجوده. وبتتكلم ليونا وبتقول: سيده سون، احنا عائله ليو عشنا في الامبراطوريه اكتر من 100 سنه، مش من السهل قتالنا على عكس عائله سون اللي وصلت من كام عقد. يعني انتوا ما تعرفوش حاجه في القتال ابدا. فتتعصب وافي وبتكون ناويه تهاجمها، لكن بيجي قريب وافي وبيوقفها. فبيعتذر الراجل لليونا وبيقول لها: سيده ليو، انا اسف جدا عن وقاحه نسيبتي الخرخاء، انا جيت النهارده بس علشان خدمك وعلشان استرد حق نسيبتي، انت مالكيش علاقه بالموضوع ده. وبيكمل كلامه وضحكته الخبيثه: في مقابل تعاونك معنا هضمن سلامه عائله ليو طالما انت هتسلميه لينا. فتتعصب وافي وبتقول له: انت غبي ولا ايه؟ انا مش قلت لك من قبل ان احنا عايزين؟ فبيقاطعها الراجل وبيقول: دي مش شيمنا يا قريبتي، احنا بنحترم العائلات القديمه. طبعا السيده ليو هتقدم لينا المسؤول عن الخطيئه اللي حصلت وهتعدي كل حاجه بسلام. ده حتى انا ممكن اساعدك في استرجاع مجد عائله ليو القديم، ايه رايك يا سيده ليو؟ فبتقول له ليونا: لا، زوفان هو خادم عائله ليو، عشان كده اذا كان عندك مشكله مع خادمي فانت عندك مشكله معايا ومع عائله ليو كلها. انا سيده عائله ليو، اذا كان عندك طلبات غير الطلب ده فهكون سعيده لو قلت لي. فبيتعصب الراجل وبيقول لها: انصحك انك ما تستعجليش في اتخاذ القرار، لو عرفتي انا مين ما كنتيش اتكلمتي بالطريقه الوقحه دي معايا. بس مش مشكله، هعرفك عن نفسي، انا شيان تلميذ المعلم مينج العظيم. فبتتصدم ليونا من الكلام اللي سمعته وبتقول له: انت من العائله الملكيه السبعه؟ فبتضحك وافي وبتقول لها: ايه في ايه يا ضعيفه، انت خايفه ولا ايه؟ فبتفكر ليونا في نفسها وبتقول: عائله سون عندها علاقه قويه بالعائله الملكيه السبعه، لو فضلنا الحال ده عائلتي هتتدمر. فبيمسك زوفان ايديها وبيقول: انا خادم عائله ليو زوفان، مين اللي عايز يتقاتل معايا؟ فبيقول له شيان: انت فعلا زي ما نسبتي قالت، مجرد كلب متعجرف، عائلتي هتخسر سمعتها لو ما اتعملتش مع الوضع ده دلوقتي. فبينطلق شياو وبيهاجم زوفان بسرعه البرق. فبيتصدى ليه زوفان وهنا بيقول له شيان: انت طلعت اعوى ما كنت متخيل، باين انك بتعرف شويه حركات. فبتروح ليونا تطمن على زوفان، لكن بيطمنها زوفان انه كويس وبيروح مفعل سحر في جسمه بيحس بيه شيان. وبيقول في نفسه: ايه ده، هو انا الضعيف ده مش حاسس بالخوف؟ لا ده باين انه كان بيستمتع بكده. فبينطلق زوفان بسرعه البرق وبيهاجم الشيان على حين غره وبيقول: ضربه يد الحمم. فبيروح الشيان يصد الضربه بتاعته وبيصدها بصعوبه شديده جدا. فبتقول له وافي: خلي بالك يا شيان، الضربه دي هي اللي وقعت عمي بسبب التقنيه دي. فبيبص الشيان في ايه؟ فبيتفاجئ من الضرر اللي حصل ليه وبيقول في نفسه: ايه ده، انا ما كنتش متخيل ان الوحش ده عنده القوه العاليه دي، انا لازم اوقف الوحش ده قبل ما تقع سمعه عائلتي، لو كنت عارف بقوته دي ما كنتش واجهته بنفسي. فبيفتكر الشيان الكلام بتاع السحره، وبيكون الساحر هدفه في الحياه يحصل على قوه اكبر من اللي معاه، وممكن يعملوا اي حاجه علشان يحصلوا على القوه دي.
دي، واللي يخليهم خصم صعب توقعه لانهم شبه المجانين. وبيكمل شيان انا لازم اقتله بسرعه، فبتحس ليونا بالبرود وبيطلع شيان بيستخدم سحر او النسخيه وبيقدر يهاجم جوفان، وهنا جوفان مش بيقدر يصد ضربته فبيضحك شيان وبيقول له انت خلاص بقيت في قبضتي، انا اغلقت كل مساراتك ومش هتقدر تعمل اي حركه. فبيتفاجئوا الكل من اصابه جوفان وبيكون خلاص شيان ناوي يضرب جوفان بضربه قتله، لكن فجاه بيطلع جوفان ضربه مدمره وبيضرب شيان وبيرميه لمسافه بعيده جدا. فبيتفاجئ شيان وبيقول ازاي انا قفلت مسارات الطاقه، ازاي قدر يستخدم الطاقه بتاعته. فبيجي اخو ليونا وبيقول له ايوه يا ضعيف، اخويا جوفان بيقدر يعمل حتى المستحيل. لكن فجاه بيقع جوفان على الارض فبيضحك شيان وبيقول انا كنت فاكر ان الطفل ده قادر يتخطى ضربتي، لكن هو بس عمل هجوم انتحاري وخلاص. دلوقتي مفيش حاجه هتقدر توقفني، نهايتك بقت على ايدي. مع الاسف مستواي اعلى من مستواك فمش هتقدر تهزمني. وبيروح شيان يهاجم جوفان وبيكون الكل فقد الامل، لكن فجاه بيجي شخص وبيمسك ايد شيان وبيبان عليه القوه. فبيتفاجئ شيان وبيقول له جيان انت هنا؟ فبيقول له جيان ايه يا شيان انت رايح تقتل مجرد خادم ضعيف زي ده؟ فبيقول له شيان ده مش مجرد خادم، ده هان شرف قريبتي، انت عايزني اسكت على ده؟ فبيقول له جيان لانه عمي جو امرني بحمايه عائله ليو بحياتي، فلو عايز تهرب لحد فيهم يبقى لازم تواجهني انا. فبيتصدم شيان من اللي سمعه وبيستجمع شيان قوته وبيقول له جيان انت ناسي ان احنا اكتر منك في العدد والقوه؟ فبيقول له جيان ايوه بس ما تنساش يا ضعيف انك مجروح، ولو واجهتك دلوقتي هقتلك بكل سهوله، وبعد كده اللي هيجي هيكون سهل جدا. انا عارف ان المقاتل لاوي يقدر يطلع 12 نقطه قوه، بس انت قادر تتحمل مسؤوليه الحرب اللي هتحصل بين العائلتين؟ فبيتعصب شيان وبيقول في نفسه انا عائلتي اصلا عندها ضغائن وعداوات كتيره بين العائلات التانيه، فالحرب لا مهرب منها، بس ده مش الوقت المناسب، لازم اني انهي الموضوع ده. فبيقول له شيان خلاص انا مش بيكمل كلامه وفجاه بيطعن شيان في بطنه، ولما بيبص وراه بيلاقي المفاجاه جوفان بيكون طلع زي البرق وطعن شيان وهو مشغول عنه. فبيقول له جوفان انت مش علمك المعلم بتاعك انه في معركتك مع السحرة لازم تكون منتبه اليوم دايما؟ فبيتصدم الكل من اللي عمله جوفان، وفي لحظة بيروح جوفان شايل قلب شيان وبيسيبه جثة حمد على الارض، فبتنهار وافي وبيغمى عليها. وبيروح جوفان يكلم جيان وبيقول له انت الشيخ جو هو اللي بعتك صح؟ قول له ان احنا مش عايزين مساعدته في اي وقت قريب، ولازم يهتم بس بسداد الدين اللي عليه. وبعد ما بيخلص جوفان بيدخل البيت ولا كانه عمل حاجه، وبنروح لجو اللي بيكون بيسمع اللي حصل من جيان وبيكون في قمه غضبه وبيقول انا جو المحارب العظيم تفشل خططي بسبب طفل صغير حقير. فبتقول له كاي عمي جو انا اسفه انا مش فاهمه جوفان قتل شيان ايه دخل عائلتنا نحن؟ فبيقول لها جو بكل غضب انت جهله، في الوقت اللي اتقتل فيه شيان كان في ناس كتير بيشوفوا اللي حصل وشهدوا على قتل احد تلاميذ المعلم مينج على ايد طفل صغير، انت عارفه انه ده معناه ايه؟ فبتقول له كاي انا عارفه انه ده ذنب عائله ليو. فبيقول لها جيان لا ما فيش حد هيسمع القصه دي، وهيقولوا انه ما فيش حارس من عائله ضعيفه يقدر على حاجه زي دي، وهيقع اللوم كله علينا لانه من المنطقه اكتر ان احنا اللي عملنا كده. وهنا الناس هتعكس الموضوع ده، فبتتفاجئ كاي وبتقول يعني احنا مضطرين نكون ضحايا عائله ليو؟ فبيقول لها جو ضحايا؟ لا احنا هنكون فريسه للطفل المسعور ده، لانه من اللي سمعته من جيان ان الولد ده كان شبه ميت بسبب فقدان الطاقه وفضل ساكن مستني لحد ما جاء جيان وبدا بعدها يتحرك الطفل ده. لما دخل بابنا كان مخطط لكل حاجه من الاول. فبتتفاجئ كاين الكلام ده وبتقول له عمي ده مستحيل، يعني ازاي يكون ما ادرك كل ده علشان يأذينا؟ فبيقول لها انت لسه غبيه، هو ما كانش مخطط انه يستهدفنا بس، لا ده كان مخطط يستهدف عائله مينج كمان، بس لو ابتدت حرب ما بيننا عائله ليو مش هتقدر تهرب من الحرب دي. الوحش ده لما باع لي المخطوطه كان عارف اني بخاف على سمعه عيلتي، دلوقتي احنا عندنا خيارين، يا نهجم عليهم يا نحميهم، لكن بسبب انه احد الخيارين هيدمر سمعه العائله فاحنا مضطرين نحمي عائله ليو. اللعنه انا ما كنتش متخيل انه اكتر شخص اواجهه في حياتي هيكون مجرد طفل. وبننتقل لجوفان واللي بيتأمل في البيت وبيكون متضايق جدا لانه الجسم بتاعه ضعيف جدا ومش قادر انه يستخدم الخضروات من المستوى العالي بتاعته، ولو فضل على الحال ده عاجلا ام اجلا هيموت هو وكل اللي معاه. فبيقول في نفسه انا علشان اتخلص من مشكله عائله تاي وسون لازم اشارك في القتالات بين العائلات السبع، بس دلوقتي العائلات السبعه دول هم عداي وعلشان كده لازم اكون اقوى عشان اقدر على التحدي ده. وبنشوف بعدها احد افراد العائلات بيتمن وفجاه بيطلع منه دم كتير وبيقع على الارض، وبيطلع ان الطفل الشيطان
الشيطاني بتاع جوفان هو اللي قتله. وبنشوف إنه الروح الشيطانية بتاعت جوفان عمالة تقتل في ناس كتير في المكان، فبيقول في نفسه أنا ما كنتش عارف إنه قوة حجر الدم بالعظمة دي. أنا هقدر أقتل أي شخص من المستوى التاني دلوقتي في لحظة، لو إني مصاب بس لكنت دلوقتي قادر أرتفع 3 مستويات على الأقل. أنا محتاج أقتل ناس أكتر بالقوة دي. وأثناء ما الروح بتمشي في المكان بتلاقي حراس كتير من المستوى العالي بيحموا مكان، فبيحس جوفان إنه في حاجة بتحصل فيه، فبيروح يشوف إيه اللي بيحصل، فبيلاقي إنه في اجتماع كبير جدا. وفي مكان الاجتماع بيشوف مجموعة من المحاربين واللي بيتكلموا مع رئيس عائلة تاي، وبيقولوا الكاهن جينج ما كنتش عارف إنك أنت والسيد سون هتيجوا لزيارتي في الوقت ده. فبيقول له الكاهن جينج أنت عارف أنا جاي هنا ليه؟ النهارده اتقتل شيان على ايدي جيان. فبيقول له رئيس عائلة تاي لا دي عائلة تيو هي السبب مش كده. فبيقول له الكاهن انت غبي عشان تظن انه ممكن يتجرأوا على حاجة زي دي. وبيقول له الكاهن كان في عداوة كبيرة بين العائلتين واللي كانت هتؤدي لحرب لا محالة، الفكرة بس انهم كانوا مستنيين سبب لبداية الحرب دي، وهنا جيان كان عنده سبب وهو حماية عائلة ليو. فبيفرح جوفان وبيقول انا كان معايا حق، العائلة السبعة مغرورين جدا علشان كده ما حدش فيهم هيفتكر ان انا اللي قتلت شيان. الاغبياء فاكرين انهم اسمى حاجة في العالم علشان كده ما حدش مصدق السبب الحقيقي. فبيسأله الراجل طب يا سيدي الكاهن انت ليه جيت برضو عندي النهارده؟ فبيقول له انا جيت علشان تساعدني في التحقيق من عائلة جيان ونعرف نواياهم الحقيقية، لانه انا لو رحت بنفسي هتحصل حرب كبيرة وانا مش محتاج اقول لك كده. فبيقول له الراجل دي مشكلتك مع العائلة، انا ايه اللي دخلني في بينكم؟ فبيقول له الكاهن انا مش عايزك تتحط في نص المشكلة، انا عايزك تتعامل مع عائلة ليو وتراقب ردة فعل جيان مش اكتر. فبيفكر الراجل وبيقول دلوقتي عائلة جيان بتدعم عائلة ليو ولو اتدخلت ده هيحطني معاهم في قتال مباشر. فبيفكر رئيس عائلة تاي مع نفسه شوية وبيقول انا بكره جوفان جدا عشان من كام يوم استخدم مهارة غريبة على ابني خلته تعبان لحد دلوقتي، انا خايف انه يتعلم مهارة تانية ويعمل زيها عليا انا لو حاولت اني اقتله. ولما بيسمع الكلام ده جوفان بيقول ايوه انا حطيت فيه شوية من روح الدماء علشان اعذبه كل يوم، ما كنتش متوقع انه يستخدم السبب ده كعادة علشان يتجنب القتال معايا. فبيقول له الكاهن كفاية عذار. فبيقول تاي سيد الكاهن سيد سون قوي واحسن مني وهيكون عون كبير ليك لو استخدمته في المهمة دي. فبيقول لهم الكاهن وقفوا انا هدور على ناس احسن من مجموعة الاغبياء اللي زيكم. فبيروح الكاهن مكلم حد وبيقول له انت جبت الغرض الروحي؟ فبيقول له ايوه، وبيروح واخده ومديه لتاي وبيقول له الغرض ده من المستوى المتوسط هينفعك جامد في الختان. فبيفرح تاي جدا فيه، وهنا بيخاف جوفان وبيكون مش عارف الكاهن بيخطط ليه. فبيسأله تاي ممكن يا سيد الكاهن تقول لي مين المسؤول عن قتل جوفان؟ فبيقول له ما تخافش ما حدش هياخد منصبك. فبيطلب تاي انه يتعرف عليه. فبيقول له الكاهن ده شخص انت عارفه كويس، عارف اسمه هاي. فبيتفاجئ جوفان جدا وبيلاحظ الكاهن روح الشيطان بتاعت جوفان وبيضربها، لكن بيقدر جوفان انه يهربها لمكان امن، لكن بيجري وراها الكاهن بسرعه البرق. فبيروح جوفان يعمل انفجار ضخم في المكان وبيقدر يهرب من الكاهن وبيرجع جوفان لروحه. فبيقول في نفسه انا مش مصدق انه عائله تاي عندهم كاهن بالقوه دي، لولا ان روح الدم سريعه لكنت مت، لان الروح لو ماتت انا هموت انا كمان، لازم اتدرب وارفع مستوايا قبل الصراع الكبير ده. فبيبدا جوفان يمتص قوه الدم اللي اخدها وبيقول انا حاسس بقوتي كلها، انا كنت بحتاج 10 ايام علشان اخترق المستوى الثاني، لكن دلوقتي انا اتعديت مستويين في نفس اللحظه. وهنا بيحس جوفان فجاه بحد بره، ولما بيفتح بيلاقي اليونا وبيقول لها انت بتعملي ايه هنا؟ وبعدها بيفكر في نفسه وبيقول انا كنت بالاهمال ده لو كان ده عدو لكنت مت دلوقتي. فبتقطع اليونا وبتقول له انا كنت بس عايزه اجي اطمن عليك علشان اصاباتك كانت خطيره، لكن دلوقتي انا لقيتك بخير وهمشي. فبيقول لها جوفان انت كنت واقفه طول الليل هنا؟ فبيجي بانج وبيقول له ان اليونا فضلت طول الليل مستنياه. فبتهرب اليونا من المكان. فبيروح جوفان واخد بانج بره ورايحين عند مكان جو، ولما بيوصلوا بيلاقوا معامله مختلفه تماما عن اخر مره، ولما بيدخلوا الاثنين بيلاقوا كاي قدامهم فبيسلموا عليها لكن هي بترفض الكلام معهم. فبيقول لها جوفان هي دي اخلاقك مع الضيوف؟ فبتقول له كاي انت لسه حاسب نفسك ضيف بعد اللي انت عملته كله؟ فبيقول لها جوفان انت لسه ما كبرتيش. فبتتعصب كاي جدا. فبيقول لها جوفان انت لازم تعرفي انه في كل حاجه تعمليها من علاقات او اعمال لازم تاخدي ربح منها علشان تكبري اكتر واكتر، ازاي هتقدري تنجحي في العالم ده اذا فضلت تتخدعي من الناس واخرتها تتعصبي بس؟ في المقارنه مع جو هو انضج منك بكثير لانه عارف اني بتلعب بيه ومع ذلك مشى الموضوع وخلاص. انا بالنسبه لي الاعتراف بالهزيمه هو احد انواع النصر، لاني مش هقدر اخدعه بسهوله المره اللي جايه. المشاعر مش هتفيدني بشيء، الحاجات الوحيده اللي هتنفعني هي السلطه والمال فعلا. ممكن دلوقتي نتكلم مع بعضنا؟ فبتوافق كاي وفجاه بيجي جو مع جيان وبيقول له جوفان انا عايز اتكلم معاك شويه. فبيبص جيان لجوفان بصدمه وبيقول مش ممكن، هو ده نفس الشخص اللي كان منهار امبارح دلوقتي واقف قدامي وكأنه ما حصلوش حاجه امبارح. فبيقول جوفان لجو ايوه ممكن نتكلم. فبيقول له جو شكرا ليك، انا ما كنتش عايز شويه الاطفال دول يتكلموا
معاك عن التفاهات حتى لو ما عرفتش عمرك الحقيقي. انت اكيد وحش عمره 1000 سنة مستخبي جوه عائلة ليو. فبيشكر جوفان على المدح ده، فبيزعق جيو بيقول له بكل غضب قول لي يا وحش انت جاي تعمل ايه عندي؟ فبيقول له جوفان مفيش، كنت بدور على مكان امن لينا. فبيقول له جو انا اساعدك ليه؟ فبيرد عليه جوفان علشان انت مديون لينا وعلشان تقدر تراقبني زي ما انت بتحب. فبيتصدم جو وبيقول في نفسه مستحيل، الوحش ده عارف ان انا كنت عايز اعمل ايه، لو ما خدتش حذري من الوحش ده ممكن نقع في حرب ضخمه ملهاش اخر، بس انا مضطر اوافق على طلبه. يا ترى انت بتفكر في ايه يا جوفان؟ ازاي انا المحارب العظيم اتخدع من عيل صغير؟ فبيقاطع جوفان تفكيره وبيقول له انا هقول لك على شويه معلومات علشان اصلح معاك شويه من اللي كسرته. فبيقول له جو قول لي معلوماتك بصراحه. فبيكمل جوفان انت عارف مين بعت رجالته هنا؟ فبيتصدموا كل الموجودين وبتقول له كاي عمي ده بيكذب اكيد. فبيقول له جو انت معاك دليل على الكلام ده؟ فبيقول له جوفان اكيد لا، لكن في راجل اصلع جه عندكم امبارح بالليل وكان اسمه الكاهن جينك. فبيتعصب جو جدا وبيطلع حالة عظيمة بترعب حتى جوفان من قوتها. فبيكمل انت عندك عداوة مع الكائن ده. فبيقول له جيان ان جو خسر عينه قدام جينك في احد المعارك القديمة. فبينبسط جوفان وبيقول في نفسه كده كل حاجة ماشية بسلاسة. وبيكمل كلامه سيد جو ما تغضبش مني. فبيقول له جو انا مصدقك لانك وصفت الحصير ده صح في مكان امن على بعد 100 متر تستقر فيه الوقت اللي انت عاوزه. فبيشكره جوفان جدا وبيمشي. فبيسأله جو هو العجوز ده فين؟ فبيقول له جوفان في بيت عائلة تاي لكن ممكن يكون عند عائلة سون دلوقتي. فبيتعصب جو وبيقول جيان ابعت رسالة لاستدعاء الشيوخ، مش هسمح للحقير ده انه يخرج من المدينة، الحقير ما احترمش قوانين المدينة واقتحم حدودي انا هدمره. فبيضحك جوفان ضحكته الشيطانية جواه وبيقول كل حاجة في مكانها دلوقتي. وبنشوف بعدها ليونا وباقي اللي معاها واللي بيكونوا مبسوطين علشان يعيشوا هنا وبيكونوا حواليهم حراس كتير. فبيجي جوفان وبيقول لبنك جهز نفسك علشان هنبدا رحله استعاده مكانه عائله ليو وهتكون انت القائد بتاع الحرس. فبيقول له بنك بس انا ضعيف جدا ومش هكون بقوه الناس دي، عايزني اكون انا القائد بتاعهم؟ فبيقول له جوفان ما تخافش انت هتكون هو منهم قريب جدا. فبتيجي كاي وبتقول له في احلامك بنك ده لو اتدرب طول حياته مش هيعدي المستوى السادس، تخيل تخليه انت قائد الحرس بتاعك. فبيقول لها جوفان ما تتغرش بنفسك. فبتقول له هي انت اللي بتتغرب نفسك عشان انت خدت حمايه عائلتي، هتكون قوي لكن بدونها انت هتكون مجرد حشره بس اذا فضلت تعمل كل ده. فبيروح ينط جوفان على السقف وبعدها بيجهز حاجه بتدهش كاي وبتقول له دي مصفوفه عمي جيو. وفجاه بيطلع تنين ضخم من المكان وبتنتشر هاله ضخمه بترعب كل الموجودين في المدينه كلها. وبنشوف شخص واقف في الغابه وبيقول ايه ده، هو الكائن بدأ الخطه بدري ليه؟ مش ممكن، اكيد في حاجه غلط. وبنرجع لجوفان اللي بعد ما بيخلص بيروح حاطط تحت التنين قدره. فبتقول له كاي انت عملت ايه؟ فبيقول لها جوفان انا عملت المصفوفه الخاصه بجيو لكن كانت ضعيفه على حمايه سيدتي فخليتها من المستوى الخامس. فبيتصدم الكل وبيقول جيان في نفسه معقوله شخص زيه يقدر يعمل مصفوفه في سنه ده؟ ومش كده وبس، كمان مصفوفه من المستوى الخامس، ده حتى العائلات الملكيه ما عندهاش حد يقدر على المستوى ده بشكل كبير لكن هو عملها بكل سهوله. معقوله يكون هو متمرس من المستوى الخامس؟ فبيروح جوفان ماشي مع ليونا ولما بيمشوا بيجي جيو وبيسال عن مصدر المصفوفه دي. فبيقول له جيان كل اللي حصل وهنا بيتصدم جو وبيقول مش ممكن، انا احتجت 5 سنين علشان اعمل مصفوفه من المستوى الثالث لكن هو عمل المستوى الخامس. جيان اطلب منه يجي انا عايز اكلمه. ولما جيو بيلعب مع جوفان بيقول له جوفان ايه يا اخي جيو انت عايز مني ايه؟ فبيحس الكل بوقاحه جوفان علشان قال له يا اخي، لكن بيشكر جيو جوفان على اللقب ده وبيقول له انت ازاي بقوتك دي في عائله ليو لو قبلت تنضم لينا هديك منصب عظيم يليق بيك، انا هخليك خليفتي حتى سيد العائله لو شافك هيحترمك جدا. فبيتفاجئوا الكل لانه المنصب ده اكبر حتى من شيخ الشيوخ وده مش منطقي لانه شكل جوفان ما يدلش على قوته. فبيقول له جوفان وانا هاخد ايه في مقابل ده؟ فبيقول له جيو هديلك اللي انت تعوزه مقابل انضمامك لينا. فبيقول له جوفان تامين عائله ليو. فبيوافق جيو لكن بعدها بيرفض جوفان العرض. فبيقول له جيو لا ترفض العرض بعد ما وافقت. فبيقول له جوفان اسال كاي هي هتقول لك ليه، انا احتاج 10 سنين بس واخلي عائله ليو اقوى حتى من العائله الامبراطوريه نفسها. وبعدها بيمشي من المكان. فبيتعصب جو وبيسال كاي عن اللي حصل ولما بيفهم بيتعصب جو على الوقاحه اللي عملتها كاي. وبنروح بعدها لجوفان واللي بيكون بيفكر مع نفسه وبيقول هارد جو كان هيخدم العائله ويحميها مدى الدهر لكن انا طفله تنعتني بالضعيف، انا لو العالم كله واقف في طريق ارادتي هي اللي هتتحقق برضه. انا جوفان بقوه كتاب الاسرار ال9 قادر اقلب الواقع خيال والخيال واقع لكن مش بجسمي ده. انا خلال 10 سنين هطور من جسمي ومن الكتاب وهكتب مستقبل لعائله ليو انها تكون
أكبر عائلة في التاريخ. ولما بيرجع جوفان بيلاقي ليونا مستنياه، ولما بتعرف إنه جوفان رفض دخول عائلة جيو بتتفاجأ جدا، فبيقول لها مفيش سبب لرفضي، أنا رفضت علشان أنا خادم لعائلة ليو، وبيمشي. وبالليل بيشوف جوفان بيجمع الطاقة، لكن بيلاقي إنه الجنود بدأوا يموتوا، فبيبحث عن سبب موت الجنود، وأثناء بحثه بيلاقي جوفان بنت بتتحرك بلا شك في المكان، ولما بيروح وراها بيلاقيها مع مجموعة كبيرة من المقاتلين، فبتقول لهم إنها لقت خريطة عليها مكان منزل عائلة الجيو، وبتكون عملت خطة علشان تقتحم المكان، لكن بيقولوا لها اتبعها احنا مش هنقدر نقتحم المكان بالقوة بتاعتنا. فبتقول لهم البنت إنها تطلب من أخوها يشتت انتباه الحراس قبل ما يخشوا ويقتلوا كل خدام عائلة ليو وليونا سيدتهم. فبيتصدم جوفان وبيقول مش ممكن، عايزين يقتلوا سيدتي، أنا هدمرهم. بعد ما شاف جوفان بشيطان الدم بتاعه إنه في عصابة في الغابة وخائدتهم بنت عايزين يدخلوا علشان يقتلوا ليونا، استشعر بالخطر وتعصب، وبيسأل واحد من أتباع البنت وبيقول لها سيدتي علاقتنا ايه وهي اللي فادة من مساعدة عائلة يومينج. فبتقول لهم انتوا خايفين ولا ايه؟ انتوا خايفين من الموت؟ احنا علشان نعالج وننتقل القائد بتاعنا نعمل اي حاجة. وبعد ما بيمشوا تتكلم البنت مع بنت اسمها سوي، واللي بتقول لها ان والدها لو كان موجود ما كانش هتحصل المشكلة دي، وانها عايزة تنهي الموضوع ده بسرعة عشان تحصل على دواء كف التنين عشان تنقذ ابوها العيان. وهنا بيدخل بطلنا جوفان وبيقول لها انا عارف انك بتعملي ده بدافع الشفقة، بس مين قالك انه كف التنين هيفيدك؟ فبتقول البنت انت مين؟ فبيقول لها ما تخافيش انا جاي اخدكم معايا علشان اوضح حاجة ليكم. فبتقول له قول انت مين بدل الكلام التافه ده. فبيقول لها انا كبير خدم عائلة ليو جوفان. وهنا بتهجم عليه البنت بتقنية قوية، فبيقول لها قوتك قوية لكن مش بالنسبة ليا، وبيطلق شيطان الدم بتاعه وبيخليه يخش بالبنت ويوقفها قبل الضربة بشوية صغيرين. فبتقول له انت عملت ايه في جسمي؟ فبيقول لها ولا حاجة انا سيطرت عليه بس، وتعالي معايا. وبيروح واخد البنتين على بعض واخدهم على البيت، وهناك بتهجم عليه البنت مرة تانية لما بيحررها، لكنه بيوقفها مرة تانية وبيقول لها مش هتأثري عليا، انا جبتك هنا بس علشان اسألك كم سؤال، مين اللي بعتك هنا؟ فما بتردش عليه، فبيبدأ يعذبها. وهنا بتقوله انها بنت تيان، فبيقول لها جاية تعملي ايه هنا؟ لكن ما بتردش عليه برضه، فبيعذبها اكتر. فبتقوله انها جاية تدمر عائلة ليو، فبيقول لها طيب تستفيدي ايه؟ وازاي بتتواصلي مع عائلة يومينج؟ بس برضه ما بتجاوبش عليه. فبيقول لها انا هعد من 1 ل3، 1 2. وهنا بمفاجأة بتتكلم البنت الصغيرة اللي اسمها سوي وبتقول انه كل الاتصالات مع يومينج في ايد يانج. فبيقول لها يانج مين؟ فبتقول انه ده تلميذ سيد جبال الرياح السوداء، وانه سيد الجبل في احد الايام اتهاجم من زينن ليو رئيس عائلة ليو القديم، واصيب بالشلل وما يقدرش يتحرك، وده هو العجوز اللي شفناه في القسم الاول. فبيقول لها جوفان وعشان كده اتسللتوا لهنا علشان الانتقام، وبعدها كنتوا هتعملوا ايه؟ فبتقول له انه يانج ما كانش متاكد اننا نقدر نهزم حراس عائلة لونج، عشان كده تواصلوا مع عائلة سون علشان نشتتوا انتباه حراس لونج ونقدر احنا نهزم عائلة ليو، وبالصدفة عرفنا انه عائلة يومينج عايزة نفس الحاجة فتعاوننا معاهم. فبيقول لهم جوفان ايه ده؟ ومين قال لكم انه زينون سيد عائلة ليو هو اللي هاجم سيد الجبال السوداء؟ شفتوه بعينيكم؟ فبتقول له انه يانج شافه. فبيقول لهم طيب ومين قال لكم على كف التنين وانه هيعالج سيدكم؟ يانج برضه. وهنا بتدخل ليونا وبيقول لها جوفان انه دول من عشيرة الجبال الرياح السوداء، فبتهجم عليهم وهي بتقول لهم رجعوا بابايا. فبيوقفها جوفان وبيقول لها اهدي شويه يا سيدتي، وبيقول لهم باين ان المشكله بين عائلتنا مش بسيطه كده، يمكن تم التخطيط لكل حاجه من قبل عائله يومينج. فبيتفاجئوا الموجودين من كلامه، وبيقول للبنت اللي اسمها لي بصي يا انسه انا عايزه اروح للجبل بتاعكم. فبتقول له مستحيل تدخل جبل الرياح السوداء. وهنا هو بياخد دواء كف التنين مليونه وبيقول لها انسه لي دواء كف التنين ده خديه لو كنت عايزه، لكن عايزه اقول لك انه دي تقنيه خياليه ومش علاجيه ابدا، انا بطلب منك انك تاخديني علشان اشوف والدك، يمكن تم خداعكم من يانج، عائلتي وعائلتك هيتم تدميرها من العوائل ال7 على ما اظن. فبينكروا انه يانج يكون خدعهم. فبيقول لهم جوفان انسه لي يانج قدر يتواصل مع واحده من العوائل ال7 بسهوله، ايه رايك في الكلام ده؟ اظنك انت بس دميه في ايده، هل فعلا بتعرفي هو مين؟ فبتوافق لي تاخد جوفان للجبل الاسود،